أهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. قيل الحب هو اللغة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان، فإما أن يفوزا معا أو يخسرا معا. القصة اللي راح نشوفها الآن فيها حب، ولكن أيضا فيها قطيعة، فيها شبه طلاق، فيها انفصال. راح نرويها كلها بتفاصيلها وبتسمعوها، ولكن أولا بدنا نستقبل صاحب المبادرة اللي هو حسبه حسن حسين. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. اسمك انت حسبه ولا حسين ولا حسن؟ حسبه حسن حسين. حسبه حسن حسين. نعم. يا اهلا وسهلا فيك حسبه. انت من السودان؟ ان شاء الله. من وين من السودان؟ من ام درمان. من ام درمان، من الخرطوم يعني؟ ان شاء الله. من العاصمه ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اخبارك؟ عندك اولاد؟ نعم، عندي بنتي ومراتي دلوقتي حامل. عندي بنتي. نعم. عندك بنت؟ نعم. وشو قلت لي بعدين؟ مراتك؟ مراتي دلوقتي حامل. حامل؟ حامل ان شاء الله. اوكي، بس انت مطلق منفصل؟ نعم. نعم منفصل. منفصل. لك 8 شهور. الاسباب اللي هو راح اخبر القصه ان شاء الله. خليني انا اروي القصه بعدين صلح لي انت. حسبوا الظاهر زير نساء الشاب. حسبوا تزوج وتزوج عن حب، عنده مدامته هويدا سودانيه ايضا، انغرم فيها وحبوا بعض وتزوجوا وانجبوا. بقى ذات يوم حسبوا كان بالحمام، بيرن التليفون، السيده زوجته هويدا موجوده في المنزل، بيضرب التليفون اول مره ما حدش بيرد، ثاني مره، بالاخير مدامته بتاخذ التليفون بتفتح، تطلع لها ست تقول له يا حبيبي انا منتظراك تحت، بقى تفضل انزل. سكرت ما حكيت، طلع من الحمام قالت له شو القصه؟ مين هيدي ما مين هي؟ المهم انه اكتشفت الست انه الاخ على علاقه كان مع جارته، صار في زعل وخناق وتركت المنزل واخذت اولادها وراحت على عند بيت اهلها، لانه عندها بنت هي من زواج سابق. فحسبوا معقول تترك التليفون انت؟ والله شهادة الله غدار. شهادة انك تكتشفني يعني. اتعرفت على ستي مصرية. نعم، في تبادل تلفونات شغل؟ تبادلنا التلفونات. ايه بس شغل؟ شغل نعم. شغل اي نوع من الشغل؟ هي عندها، هي اصلا نوبيه يعني. نوبيه يعني. نعم. النوبيين بيحبوا الاغاني السودانيه. نعم. فقالت لي انا عندي فرح، عيد ميلاد اختها فحبت تكلمني. نعم. ففي نفس اللحظه انا قلت لها خلاص ان شاء الله، من قبل ما اكلم المدام اقول لها يا اخي بكره عندي فرح عند اهلنا النوبيين. جيت البيت و خشيت الحمام، هي ردت علي مره ومرتين. ايه، انا كنت في الحمام ربما اخرت بعض الشيء، فاتصلت المدام قالت لي الحاصل شنو النهارده، انه الراجل اتصل علي مره ومرتين. فاستقبلت التليفون. نعم. قالت لي يا اخي لو سمحتي ممكن يا حسب ممكن تنزل لي تحت بسرعه. انا عاوزاك ما عاوزاك. بس هي فورا كلمتها يعني فوراً كانك انت فوراً. يعني ما قالتش مين حضرتك مين لا. كذا، قالت لك كانه بس انت مش قايل لها متزوج. نعم. انت قلت لها للست المصريه انك متزوج؟ لا مش قلتها. وقالت لك يا حبيبي تفضل انا ناطرتك تحت. نعم. انا في انتظارك. انا مليت. انا عاوزاك تحت بسرعه. فهي استقبلت، فلما قفلت التليفون قعد قال لي يا اخي انت حبي واحده خيري وحبي واحده خيري. حاولت افهمها الموضوع. يعني ما استجابت لكلامي، ونهاية زعلت فادت لرحلها. اسيب بقى لنا تقريبا 8 شهور. نعم. 8 شهور هسه انا وهي في انفصال. كانت حامل لما سابت البيت؟ نعم كانت حامل. هسه ده الشهر التاسع. طيب شو بدك تقول لها هلا؟ والله بقولك انا اسف. جيت بقول لها اسف. يا ريت انه ترجع لورا، تتذكر حبنا كان حبنا. نعم. لما تتذكر قعداتنا نعم. حلوه. فنعم كان رحلتنا مشينا العسل اثيوبيا. نعم. عسلنا في اثيوبيا. يا ريت انه تتذكر اثيوبيا. بيني وبينها كان العلاقه نعم. نعم. تتذكر حبي لها
نعم. عن جد انا اسف، خيط اللحظه لا اسف. إيه بس بدك تكون مقنع شوي اكثر، ايه يعني بدك تكلمها بشكل انه تحاول تقنعها، لانه مجروحه وهي شاكه انه انت عندك علاقه مع هيدي الست، وعندك علاقات كمان مع غيرها. نعم هي شاكه، من حقها تشك ليه؟ لاني انا فنان كمطرب. فانا فهمتها قبل اليوم، قلت يا اخي المطربين دي ما بدنا لهم علاقات سوى مع الستات، سوى مع الشباب، سوى. ايوه. فعلاقات بزنس يعني من هيك، من علاقات عاطفيه. نفسي يعني انه انا بالوقت اكيد الفنان معرض يعني، بس يعني على كل حال نعم فاكل عيش. بس انت يعني بفهم منك هلا، بالاول بدانا شوي بالمزح، بس بفهم منك انك بريء، يعني ما في شيء كان بينك وبين الست هيدي. ها بريء كل البراءه. كل البراءه. يا سيدي انا نقلت الدعوه الى مدامتك ست هويدا، وخلينا نشوف اذا وافقت تجي نطلع سوا. اهلا استاذ جورج، مشوار النهارده هيكون اكتوبر عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذه هويدا حسب الله. مساء الخير. حضرتك استاذه هويدا حسب الله؟ نعم. حضرتك عندك 21 سنه مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، جايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. ممكن عرفتي عنواني منين؟ حضرتك بياناتك كلها عندنا عند فريق الاعداد، هو هيكلمك وحضرتك ممكن تستفسري عن اي حاجه عايزه تعرفيها. ماشي. تمام. حضرتك قبلتي الدعوه؟ قبلتها. اتفضلي. شكرا لك. استاذ جورج، استاذه هويدا قبلت الدعوه، جايه ان شاء الله. مع السلامه. تسلمي. القصة اللي معنا من السودان، معنا حسبوا ناطرين هويدا. حسبوا كان زوجة لهويدا، وكانوا متزوجين عن حب وبيحبها كتير، وفي عندهم بنت. في يوم من الأيام مثل ما سمعنا الخبرية، بدق التليفون، بترد هويدا، بتقول لها ست إنه كأنه عم تحكي مع حسبوا، بتقول لها انزل لي حبيبي أنا ناطرتك تحت في الشارع. بقى الست شكت إنه يكون في علاقة بين حسبوا وبين هذه السيدة اللي هي مصرية، وتركت المنزل وراحت لعند أهلها مع الأولاد. هلأ جاي حسبوا بعد 8 أشهر بده يحاول يرجعها للست هويدا. الست هويدا أصبحت في الخارج، هي قبلت دعوتنا، بقى بدنا نحييها ونطلب إنه تتفضل. أهلا وسهلا. أهلا بست هويدا، كيف الصحة؟ تفضلي. اهلا وسهلا. كيف احوالك؟ الحمد لله. مالك داخلي هيك ومش عايزه تفوتي ومتردده وخايفه؟ مش متردده ولا اي حاجه. ما شاء الله حامل. يلا ان شاء الله بالسلامه. تسلم. بالسلامه. الله يخليك. بدك تعرفي مين دعاكي حقيقه؟ انا دعيتك، بس في حدا طلب مني ادعوكي. مين الحبيب؟ تحبي تعرفي مين؟ فعلا يا ريت تطلعي من الشاشه. ايه رايك؟ هو ده عرفته. هو اللي دعاكي. عرفته. عرفتيه؟ تغير عليكي شوي ب8 شهور؟ والله غيب وخيانه وكده خيانه طبعا. خيانه كبرى عظمى شديده. هويدا. نعم. ده المنبو السوداني. بعت لك رسالة، هقرا لك اياها.
يا عين. بيقول لك حبيبتي الوحيدة هويدا، أقسم لك أني لم أحب أبدا امرأة سواك. مش تقولي كذاب؟ فعلا كذاب. فكرتي كده؟ ايه فكرتي كده؟ فكرت. لا، لا في البداية مش كذاب، بيقول لك لكن أقسم لك أني لم أحب أبدا امرأة سواك. نعم أنا أخطأت وجرحتك، لكن قلبي كان دائما معك أنت وحدك. لن أبحث عن مبررات لما فعلت، فهو في النهاية خطأ، لكن غيابك عني جعلني أعرف قيمتك، وجعلني أفيق وأدرك أني أخطأت في حقك. كل الرجال لهم نزواتهم يا زوجتي، ولكنها في النهاية تبقى نزوات، ويبقى حب وحيد في القلب. لن أحاول أن أبرر ما فعلت، فأنا معترف بخطئي في حقك، ومستعد أن أفعل أي شيء تطلبينه. تذكري كل أيامنا الحلوة، وستجدين فيها ذكريات كثيرة تؤكد لك أني أحبك. العمر أمامنا، وأعدك أن أعوضك عن كل الألم الذي تسببت لك فيه، وألا أنظر لواحدة أخرى أبدا. فقط أرجوك أمام كل الناس أن تغفري لي وأن تسامحيني، والمسامح كريم. يعني قصيدة حب عمل لك إياها حسبه. إيه رأيك؟ والله عايزة أعرف السبب بخليه يعمل كده إيه. أنا راح أقول لك شيء. أنا سألته، هو أنكر، قال هو ما كانش في أي علاقة مع الست دي اللي أنت رديتي عليها بالتليفون، وإنه كان في شغل لأنه كان في عندها فرح وبدها إياه يغني له لأنه هو مطرب. وأنت لازم تعرفي يعني شو اسمه ظروف المطربين، يعني وظروف المطرب يعني بيكون في شغل، بيحكي مع سيدات، بيحكي مع مهم. تفضل حسبه، احكي لها للمدام صارت هون وإلكم 8 أشهر ما شفتوا بعض، تفضل احكي لها، علي صوتك. السلام عليكم مدام هويدا. وعليكم السلام. كيف اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. عن جد انا اسف كثير جدا جدا. ما المقصود اني خنتك، ما المقصود اني انا مثلا حبنا اللي كان يبعد او ينتهي في طريقه معينه. عن جد ال8 شهور انا اللي ما شفتك فيها، والله عن جد بحلف لك يعني لو الركوع لغير الله لكنت انا ركعت لك انت. فعن جد سامحيني، فانا اسف كثير جدا جدا. ممكن سامحيني عشان بنتنا الاخيره الواحده دي. انا من هنا بقول لك والله اسف، عن جد اسف، اسف كثير، واتمنى منك النهارده قدام الجمهور ده تحاولي تسامحيني. انا خليت في حقك، وانا متاكد الحب الاول ما في خيره اصلا. فاتمنى انك تسامحيني قدام الجمهور يعني. هلا انت فيك تصارحيه، تحكي اللي عايزاه، انت عندك مطلق الحريه، قولي له اللي انت عايزاه. اللي شيء اللي ما قدرتي تقولي له اياه بال8 شهور قوليه هلا. عايزة أعرف أعمل كده ليه؟ عايزه اعرف اعمل كده ليه؟ ماشي. مش المقصود اني مثلا اجرحك، وانت عارفه ظروف المطربين شنو يعني، عارفه ظروفي الخاصه بي شنو. فيا ريت يا ريت من اللحظه دي واحنا ماشيين تحاولي تفهمي ظروفي شنو يعني. لو جاء التليفون من ست، او لو جاء التليفون من شاب، او لو جاء من ايه، انت عارفه انا كظروفي مطرب. طيب خليني انا اسال عنك، اسال ست هويدا، وانت عملتي ليه كده؟ ليه تركتي البيت؟ أنا من حق أترك البيت. ليه؟ ليه؟ هو يخوني أنا أقعد معاه في كيف البيت؟ عرفتي إنه خاني؟ بالتليفون. تليفون؟ واحدة ست بتقول له انزل ناطرتك تحت. اه بكون خيانة؟ خيانة، ما من حقي.
مش كده أعرف فيها مين دي. بتضيعي زوجك ابو اولادك وكذا بتضيعيه هيك على تليفون؟ ما هو اللي ضيعنا أول. لا، ما هو عم بيقول انه ما فيش علاقه. كان يخبرني جاي له تليفون من ستي ولا. بركي ناسي. شو اوام حكمتي عليه اعدام؟ ما أول كان المفروض يبص على ابنه اللي طيب ده. هلا انت شفتي مثلا في شيء عليه، مثلا شفتيه بيحكي بالتليفون مع حدا، استفسرتي تبعتي اخباره، هل عنده علاقات تانية مع نسوان مع كذا؟ لا مش عنده علاقات فاذا مع نسان ولا أي حاجة، لكن بس التليفون ده شوية بس كده. التليفون. بس انت عقلك دماغك يعني وهو على كان يبص التليفون على ابنه. ضبيتي اغراضك ورحتي لاهلك؟ ما هو يبص على ابنه اللي جاي. ما هو بده يبص الرجل بس تركتي البيت ورحتي. ما هو اللي يجي ويسامحني هو لازم يجي. لازم يجي ليه ما رحت ويسامحني. لعندها وسامحت طلبت السماح؟ رحت لها لكن هي مش كانت عاوزه تقابلني على حسب حاول. انت مش عايزه تقابليك. انت مش عايزه تقابليك. مشيت على اكثر من مره انت يعني. كبرتي راس وكبرتي القصه وما كنتش عايزه تقابليه. زعلانة منه. زعلانه؟ بعدك زعلانه الى اليوم؟ إلى اليوم زعلانة. الى اليوم زعلانه؟ إلى اليوم. طيب هلا اجى هالزلمه، اجى هيك ببراءة الأطفال في عينيه، بقى اجى يطلب منك الاعتذار والسماح. يجي بعد 8 شهور. يا ست هويدا، انت وجهك ضحوك يعني مبتسم، بس بعرف انك حزينه مجروحه في الداخل شديد. وبدي اشكرك على مجيئك، انك حبيتي تجي على الاستوديو. شكرا. توقفي قدام الناس ومش عارفه ايه الخبر وايه الموضوع، بقى مشكوره. بس هذا الرجل يعني عم بيبين عن محبه وعن صدق، وعم بيعتذر، وبده يرجع للبيت ويرجع لك، ترجعوا لبعض. هل انت مستعده؟ بدك تسامحيه بالاول، لانه اصلا من وجهه نظره هو لم يرتكب ذنب، يعني ما صار في خيانه. انت فكرتي انه في خيانه، بس هو ما صار في خيانه حسب قوله يعني، وانا بصدقه لانه صادق. شو بدك يعني؟ طلب حب انه يرجعك ترجعوا لبعض من خلال هالبرنامج، ومشكورين، وانا بدي اشكره طبعا على ثقته، وبتامل انه ترجعوا لبعض، خاصه انك يعني على باب الولاده ان شاء الله بالسلامه. ايه رايك؟ والله رأيي كان إن شاء الله تم 3 شهور 4 شهور 5 شهور يجي هو يعتذر. نعم. لكن بعد 8 شهور. إيه طيب، يعني أن تأتي الأمور متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا. طيب افترضي لو كان عنده وحدة وراح وما عادش رجع، مش أفضل إنه يجي بعد 8 أشهر؟ 8 شهور؟ 8 شهور مش كثير؟ ما عنده ظروف وما عم بيشتغل كمان. والله فعلا بيشتغل، لكن برضه شغل ما هم من ابنه اللي إياه. ما هم يا ستي. طيب يعني فكري أنت بالموضوع، فكري إذا كان بيعني لك، لأنه شفتي كيف بالمكتوب اللي قريت لك إياه ذكرك هيك بالذكريات القديمة وبالمحبة اللي كانت موجودة بين بعضكم. وإذا كان بعده بيعني لك، وإذا له مكان في قلبك بعد، فيك تسامحي وترجعوا لبعض. هلا ترجعوا على البيت تشوفوا الأولاد، وإلا كل واحد بيرجع على بيته. ايه رايك؟ وانا اقول لابنه اللي جاي ده ايه يعني؟ هو ابن ان شاء الله؟ اقول له ايه؟ قال له ابوك كان خاين؟ لا، ما لك حق تقولي بقى خاين. ليه ما لي حق؟ انت لانك ما شفتي شيء. ايه؟ ما شفتي شيء. انا شفت تليفون. انت ظنيتي شفتي التليفون. ست تلفنت له قالت له انزل. هي ست؟ واذا ست ممنوع يحكي مع ست؟ ممنوع يحكي مع ست. طيب هي بتتفق انت وياه، قولي له اذا بدك ترجعي له، حطي الشرط عليه من هلا، ممنوع يحكي مع ست. فيك تكلميه، قولي له طلعي فيه. ما عايزك تحكي مع ست ثاني. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. وبوعدك من اليوم ان شاء الله ما حمسك مايك.
نفسي انا اطربك انت في البيت لوحدك يعني. وكمان ما عايزك تسيب شغلك. طب انت ما عاوزه تخليني تسيب شغلي؟ اي. طيب وعدك خلص مش هيحكي مع ست، حتى لو كان في عنده شغل وفي عنده حفلات وستات مش عايز بقى. منيح كويس هذا الشرط؟ شو بدك شي تاني؟ والله منيح لكن خاتم الماظ؟ ما خاطب الماس، لكن رجعته براها هي اصلا بالدنيا، لكن برضه. طيب شو قولي لي، بدك تسامحيه ولا لا؟ والله يعني اشوف فكر شويه. تفكري شوي؟ طيب يلا فكري. 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 احكي. بدها تفكر يمكن تغير فكرة، انتبه. يعني هي حابة تصالحك بس يمكن تغير فكرة، احكي لها حتى ما تفلت من ايدك هلا. مدام هويدا، نعم. بقول لك انت الزوره اللي انا بحلم بيها. ليا سنين صابر راجيها. بوعدك من الليله ان شاء الله لو طلبت الدنيا كلها هجيبه تحت قدميك. والحاجه الثانيه بوعدك عشان بناتنا، عشان العائله شايلينه في البطن ده، تحاولي قدام الجمهور ديل تحاولوا تسامحيني. وبوعدك قدام الجمهور من اليوم انا ما حمسك معك اصلا. من اليوم ما حمسك معك. ما ايه؟ ما حتمسك ايه؟ ما حمسك معك يعني ما هغني. ما هغني خالص. لا بس ما تغني هلا. غني لها هلا ليه بدك تغني لها والا ما راح تفتح الستار. ايش ما تغني لها؟ صوته حلو؟ صوته حلو؟ شديد. بيغني كويس شديد؟ بيهدي. والله شوف معجبي كمان. يلا شديد حرمت من صوتك يا حسبه، لك 8 اشهر. بقول لك السواقي النايحه نص الليل حنين والدنيا ممزوج في بكاها زي طيورا في الفروع. بدي اسمع مش عم بسمعها انا، غنيها تشوف. السواقي النايحه. السواقي النايحه. نعم. ايه ممكن اغني لك بلحني عشان ايه لحنك. اطربها هي من قبل الجمهور. ايه يلا اطربها هي. السواقي النايحه نص الليل حنين والدنيا ممزوج في بكاها زي طيورا في الفروع مهتارة بتفتش جناها البيوت والناس بتزعل. والله العظيم ما بقدر. خلص شو مالك؟ اقعد. نفسي المدام والله خلاص. طيب اقعد. اتحطمت تماما. بعد اسمع حسبه بعد لسه ما صالحت. نفسي المدام والله. بعد ما صالحت المدام. اقعد. اطربك؟ اطربني بعد عذاب. اطربك بعد عذاب؟ بدك بعد يطربك؟ يلا غنينا البامبوز السوداني. ما حافظه. ما تعرفها؟ ما حافظه. لا يعني مش حافظه كله. مش حافظه. لا جرستنا. مش حافظ. ما بيعرف يغني البامبوز السوداني ما ترجعي له خلص. قلت لك ما بيعرف يغني وتقول له ارجعي له. ما يعرف يغني ها؟ وارجع له ازاي؟ لا ترجعي له. ف... يلا بدك تصالحيه؟ انت رجعتي له. اوكي مسامح كريم. ها؟ اسامحه المسامح كريم. يلا تعال وفيله هنا لازم يجي يسلم عليك. تفضل.
على مهلك عليها. شو عم يبكي. يا فنان، والله انك فنان، والله انك فنان. حسبه، انا بشكرك على ثقتك، والحمد لله انه تم على ما يرام. تعالي وقفي هنا كده، وقفي جنبي هيك هيك هيك. ايوه 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 ايوه. شو هلا شو رح تعملوا؟ شو بدك تقعدي تشارعي فيه وتحاسبيه؟ لا حسبه؟ والله بعد الحصل سامحته. سامحتيه وخلص، بدنا نطفي الصفحة وما بدنا نحكي بقى بالموضوع. وشوفي انه صادق وكان عم يتعذب من دونك. وانا لمست عن جد، عن جد، والجمهور كمان لمسنا حب صافي ونقي، مش بس منه، منك انت كمان. انت جاي والمثل بيقول يتمنعن وهن راغبات. انا هيك لاحظتك من الاول. عشان كده عايز كده. شو عايزه ايه؟ عشان كده عايزه اقول له الكلام اللي عايزه اقوله، والقليل منه خايف. ايه؟ عايزه اقول لك اطمئن، انا غير عيونك ما انا شايفه. طيب يلا. يلا تفضلوا، مع السلامة، الحمد لله. يلا مع السلامة. يلا استاذ جورج، ما كنا كلمه معك. يلا بالسلامة، موفقين ان شاء الله، ان شاء الله وبالسلامة كمان. يلا اسمع، شو راح تسموه الولد؟ شو راح تسموه الولد؟ اخترتوا له اسم؟ ان شاء الله. حسبه حسن حسين، وشو بدك تسميه؟ ان شاء الله حسميه سامح. سامح. نعم. سامح. يلا عشان مسامح كريم. حلو، برافو عليك. يلا بالتوفيق، بالتوفيق. تفضلوا. يلا سامح حسبه حسن حسين. الحمد لله مشي الحال. كانت قصة لطيفة وحلوة وفيها حب فعلا، وامتلأ الاستوديو كله حب. بقى إلى اللقاء دائما مع المسامح كريم. أنا سعيد جدا أنه تكونوا عم بتتابعوا معنا برنامج المسامح كريم. أهلا وسهلا فيكم. قال أحدهم: أنت لن تغفر لأي شخص أكثر مما قد غفر الله لك بالفعل. هالقصة، كل قصة معنا بدها غفران، بدها تسامح. البرنامج قائم على هذا المبدأ. رح نعرف كل تفاصيل هذه القصة، ولكن بدنا نستقبل صاحب المبادرة أيمن عبد المنعم أحمد. اهلا بايمن. ازيك حبيبي؟ ازيك؟ تفضل. انت جاي وشايفك انك هيك الحمد لله مكسور، وبنفسك انه الحمد لله انه ترجع الامور. طبعا. ايمن عنده مشكله مع زوجته ومع عائلته. ايمن تزوج سيدي عن حب، وعاشوا سوا وانجبوا 3 ابناء، يعني 2 وولد. ايمن يعني عفوا بدي اقول كان مدمن على المخدرات، وهذا الشيء اللي سبب بخراب بيته، لانه زوجته كان عندها ميراث وهو كان بيشتغل، انفق فلوسه، ثم انفق ميراث زوجته، ثم انفق مجوهرات زوجته على المخدرات. بعدين لما ضاقت به الاحوال، وطبعا زوجته ما كانت راضيه، زعلوا، تخانقوا، تشاجروا، اخذ ابنه ومشي وترك البنات مع والدهم. الفراق له 3 سنوات بين ايمن وبين زوجته. اليوم حب ايمن من خلال هالبرنامج، من خلالنا، انه يرجع يستعيد العلاقه مع زوجته بعد ما توقف عن الادمان. يعني عالج نفسه ودخل 2 مرتين المصح، ثم خرج والحمد لله الحمد لله متعافى. الحمد لله.
ما بقى الحمد لله. وقفت وقفت كل حاجه الحمد خلاص. لله. الحمد لله. هلا ربنا هو اللي بيقرر، ونحن بنساعد قد ما فينا، بنحاول. بيجعلنا اسباب لبعضينا، بيجعلنا اسباب لبعضينا. كنت تحبها للست زوجتك؟ الحمد لله كنت بحبها وبخلص لها، بس هي نجلاء. نجلاء ان شاء الله. نعم. بس الادمان هو نعم. هلا لكم 3 سنوات منفصلين. بقالنا 3 سنين. خدت البنات شفتهم؟ لا بقالي 3 سنين ما شفتهمش. وهي شافت ابنها؟ لا بقاله 3 سنين معايا. معك وهي ما شافته؟ ما شافتوش لا. طيب لما افترقتوا كان في خصام، كان في زعل، كان في؟ ما هو حصل الزعل ماشي بسبب المخدرات. بسبب المخدرات. نعم نعم. لاني خدت فلوسها. حاولت تحكيها؟ لا ما حاولت؟ ما حاولتش لا. ب3 سنوات ما حاولت؟ لا ما حاولتش، بس انا لما خلاص بقى، ما هو المخدرات بتبقى مأثرة على الواحد. نعم. فلما ابتديت ان انا افوق واروق، عايز ارجع بيتي وعيالي، فاهمني؟ وابني كان معايا 3 سنين معايا. هلا عم تشتغل حضرتك؟ انا معايا محل حلواني، الحمد لله كان مقفول ورجعته الحمد لله. وماشي الامور؟ الحمد لله. الشغل ماشي الحمد لله. طيب. زياده عن الاول بتزيد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس ما اشتقت للبنات بهال3 سنوات؟ اشتقت طبعا. عيالي. شو اسمها بنتك الكبيره؟ رحمه. سعديه. سعديه الثانيه؟ ايوه. قديش عمرهم؟ واحده 14 سنه والثانيه عندها 3 سنين. صبايا ما شاء الله. عروسه. عروسه. يا سيدي ان شاء الله خير، ان شاء الله نرجع العائله، ويرجع الاب فوق راس العائله وفوق راس البنات، والبركه في ربنا وفيك، والام تشوف ابنها كمان. لانه يعني انا وجهت لها دعوه لست نجلاء، بنشوف سوا كيف تلقت هذه الدعوه. اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي رايحين دار السلام عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذه نجلاء بدوي. مساء الخير. حضرتك استاذه نجلاء؟ حضرتك عندك 3 اولاد مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج قرداحي، وجايه اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. انا وسهلا. البرنامج اللي هو بتاع نسيم كريم ده؟ ايوه مظبوط يا فندم. على فكره انا متابعاه وبتفرج عليه من رمضان اللي فات، وعلى فكره كنت بقعد اعيط جدا عليه. طيب احنا جايبين بقى دعوه عشان تكوني معانا ان شاء الله. ماشي، بس انا حضرتك مش هنزعل حد ولا حد مزعلني. هو انا بصراحه ما عنديش اي معلومات، يعني انا مسؤوليتي ان انا اوصل لحضرتك الدعوه. ماشي يا حبيبتي. قبلتي الدعوه؟ قبلت. شرف ليا ان انا شفت استاذ جورج. ميرسي. استاذ جورج، استاذه نجلاء قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. ايمن من مصر، في خلاف بينه وبين زوجته، صار لهم 3 سنوات منفصلين، ما في طلاق. هو اخذ ابنه ومشي، هي اخذت البنتين ومشيت، انفصلوا. السبب هو الادمان على المخدرات. ايمن كان مدمن على المخدرات، انفق فلوسه، انفق فلوس وارث زوجته، مجوهرات زوجته باعهم لحتى يشتري فيهم مخدرات. ثم بعدين لما انضاقت الاحوال وتسكرت بوجهه، صار في خناق بينه وبين زوجته، انفصلوا. اليوم بعد 3 سنوات رجع الى استوديو المسامح كريم في محاولة انه يرجع زوجته. بقى بدنا نشوف السيدة نجلاء قبلت الدعوة، اجت موجودة بالخارج، بدنا ندعيها انه تتفضل. خليها تتفضل. اهلا بست نجلاء، كيف احوالك؟ اهلا، تفضلي. الله يخليكي. شكرا يا عيوني، تسلمي. انا سمعتك لما تلقيتي الدعوه قلتي انك عم بتشوفي برنامجي. طبعا بتحبيه؟ طبعا قوي. كويس جدا والله. والله ربنا يبارك لك. تمنيتي تشاركي فيه؟ تمنيت. ليش؟ قولي لي. يعني انا تمنيت عشان اشوفك. الله يطول والله عشان اشوفك بس. شكرا. طمنيني عن الصبايا. تمام الحمد لله. كيف البنات؟ الحمد لله تمام. رحمه وسعديه اخبارهم ايه؟ الحمد لله تمام. كبروا ما شاء الله. طبعا الحمد لله. رحمه 14 سنه بالظبط. كيف حياتك؟ طمنيني عنك. الحمد لله تمام. ماشي عايشه الأمور. الحمد لله تمام.
عندي بنتين سعديه نعم. بعرف انك انفصلتي عن زوجك ولكم تقريبا كم سنه؟ 3 سنوات. 3 سنين. ايه بالظبط بالظبط. وعايشه منيح؟ ماشي الحال؟ انت امورك ماشيه ولا الحمد لله. فيها تعب؟ فيها الحياة. تعب طبعا. الست لوحديها من غير راجل. صحيح. الست لوحديها بتعاني. الراجل لوحده بيعاني. أكيد. الراجل لما بيكون شايل مسؤوليه بيت بيعاني. لما يكون ست لوحديها بقى. نعم. ست لوحديها. يا ستي، بتعرفي انت البرنامج انه انا بكون واسطه خير، يعني بحاول انه وفق، وانا يعني رسول، يعني محمل دعوه الى الشخص انه يجي، بيكون في شخص اخر حابب انه يشوفه، حابب انه يحكيه. تحبي تعرفي مين؟ طبعا، بس انا جاي عشان حضرتك انت عشان اشوفك. خلاص خلي تشوفيني وانا حشوفك وان شاء الله بنكملها بشيء احلى كمان ان شاء الله. على خير. شوفي مين دعاكي. مين ده؟ ما بتعرفي؟ وانا نسيته. شوفي. لا نسيته خرجته من حياتي خلاص. تأقلمت خلاص عليه من عدم وجوده معايا. لا تأقلمت على عدم وجوده معايا. نجلاء، من 3 سنين حلك تنسيه ب3 سنين؟ نعم. يعني صار معك وقت تنسيه بخلال 3 سنوات؟ نسيته. من اللي عمله. بعرف انا. من اللي عمله انا نسيته. انا عرفت كل حكايته، والحقيقه هو روالي اياها، يعني هو نادم جدا، وهو عارف الخطا اللي ارتكبه بحقك وبحق الاولاد وبحق نفسه قبل كل الناس. يعني هو ارتكب خطا بحق ذاته، بحق صحته، بحق عمله، بحق كل شيء، بحق فلوسه. بس هو اليوم بيقول رجع، بيقول انه توقف عن الادمان، دخل مصح مرتين ومشي حاله، رجع فتح محل الحلويات، واموره ماشيه طيب، وبعت لك رساله بدي اقرا لك اياها اذا بتسمحي. يلا يا ستي. يقول فيها، شو مش عايزه تفتح الرساله؟ فتح عشان مش راضي. نجلاء زوجتي الغاليه وام عيالي، الواحد مش بيعرف قيمه الحاجه الا لما تروح منه. مثل هذا كمان، انه الانسان بيعرف قيمه اللي عنده لما بيفقده، وما فيش حد بيتعلم بلاش. انت عشتي معايا على الحلو والمر، واستحملتيني وساعدتيني كتير، لكن انا طمعت فيكي وتعبتك معايا، وانا كنت لاغي عقلي ومش شايف قدامي، لكن بعدي عنك فوقني ورجعني لعقلي، وعرفني اني مش بس بضر بنفسي، لكن كمان بضرك انت والولاد، وانتو مالكنش ذنب. انا ضيعت من عمري ومن عمركم كتير، لكن دلوقتي قدامنا فرصة نعوض اللي فات. قدامنا انا وانتي فرصة نربي العيال وسطنا نحن الاثنين، وما ننحرمش وما نحرمهمش من حاجة. انت بنت اصول يا نجلاء، وان كنت انا غلطت في حقك، فانا جاي دلوقتي اقول لك قدام الناس كلها اني اسف على اللي عملته، وندمان اني بعدت عنك، ونفسي تسامحيني، والمسامح كريم يا ام العيال. اسف على ايه بقى؟ اسف على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اسف ان خد ابني 3 سنين ما اعرفش عنه حاجه؟ اسف ان هو قعده من المدرسه وما بيدخلش مدرسه وضيع مستقبل عيل؟ اسف اني ساب 3 ولايه لوحديهم، ما فيش عرض، ما فيش شرف، ما فيش حاجه اخاف عليها خالص. ابنه مش في المدرسه؟ لا مطلعه من المدرسه، ما ودوش مدرسه. خلي يحكي لنا نشوف ايه اوضاعه. تفضل يا ايمن. ست نجلاء موجوده، والست محترمه وست كريمه واخلاقها عاليه وهاديه. انا معترف بده كله يا استاذ جورج. علي صوتك وقول لها اللي بدك تقول له. انا معترف بده كله، جاي انا ندمان على اللي حصل مني. نعم. وجاي اتاسف لها، اقول لها اللي انا عملته فيك جاي اعوضه لك عن كل حاجه انا عملتها معاك. الفلوس اللي خدتها، الفلوس اللي انا قاعده مستنياها، انا ناوي ان انا ارجعها لك كلها عشان استناها، ولما جات لي انت خدتها ومشيت وضيعتها. انا ناوي ان انا ارجع لك فلوسك كلها اللي انت عايزاها وبزياده كمان. عمرك ما الحمد لله الدنيا اتظبطت معايا وبقيت كويس الحمد لله. انا اسف على اللي حصل مني، وانا ندمان على اللي حصل مني. قولي له بدك تقولي، طلعي فيه وقولي له. اسف على ايه؟ اسف على اللي حصل مني كله. واللي انت عرفتها واتجوزتها ورميتنا انا وبناتك.
يا ست هي ما عاشتش كتير، عشان كده انا رجعت لك. ما عاشتش كتير. كلنا بنخطأ، ما كلنا عنديش حاجه تانية خطائين، تاخدها على فكره. كلنا خطائين. انا ما عنديش حاجه تانية تاخدها، انا خلاص وقفت. يعلم ربنا معديه ال3 سنين دول ماشيه بيهم ازاي انا وبناتي. انا عارف، وعشان كده انا جاي اعوضك على اللي حصل. انت ترضى بحاجه زي كده؟ لا بدي اشوف انت انا لا انا سيبيني لوحدي، انت بدك ترضي. انت اذا بترضي او لا، ما حدا بيقدر يجبرك على شيء. صراحه انت هيدي حياتك وهيدي قناعاتك. هل انت هذا الرجل بعد بيعني لك شيء؟ اذا بعد بيعني لك شيء بالنسبه لاولادك، بالنسبه لبناتك، هلا هو بيقول انه تعالج وخرج من آفة الادمان. طيب وبعدين رجل ندمان وجاي مكسور ودمعته في عينه، وحس حس بالفراغ، حس بالحاجه الك زي ما قال لك بالكتاب. بقى انت بدك تقرري، ما حدا غيرك بيقرر. انت مش مشتاقه تشوفي الولد؟ شو اسمه ابنك؟ بدوي. مش حابه تشوفي بدوي؟ طبعا طبعا. الزوج اللي عندي جالي مرض سرطان في القولون. انت؟ انا الدكتور شاكي ان عندي سرطان في القولون، مش عارفه اسيب عيني مع مين. شفيتي ما شاء الله. سلامتك، سلامة قلبك. مش عارفه اسيب عيني مع مين، ومفيش اب ان انا اعتمد عليه فيهم. مفيش. سلامة قلبك، سلامة. ان شاء الله ما يكونش مظبوط الخبر. والله بقى زي ما تيجي، ما هو منه. طيب ما هو رجع الاب، هو رجع ندمان ومتاسف على اللي حصل، وطالب منك السماح، وعم بيقول انه رجع شغله كمان، رجع فتح محل الحلويات والامور ماشيه كويس الحمد لله واحسن مما كانت. بقى ما بعرف، انت بدك تشوفي، فكري بالموضوع، احكي لها يا ايمن. الحمد لله انا الحال دلوقتي اتظبط معايا وفتحت المحل، والحمد لله الدنيا مشيت معايا، وانا جاي ندمان على اللي حصل مني. انا جاي اعوضها عن كل حاجه حصلت مني، وجايب لها ابني معايا برضه. نعم. وجايب بدوي معايا يشوفها. بدوي معاك؟ ايوه. هتدخله على الاستوديو معاك؟ لا انا جايبه معايا عند والدتي يعني. قلت ان شاء الله حصل خير وان الامور رجعت، هنيجي ونقعد كلنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ونعيش مع بعضينا. طيب قولي لي، البنات بيسالوكي عنه؟ بيسالوا. ما بيشتاقوا يشوفوه؟ طبعا بيشتاقوا. والله يا ايمن انت ظلمتها للست. انا حاسس بالذنب يا استاذ جورج، انا حاسس بالذنب. مالكش حق. انا حاسس بالذنب، عشان كده انا جاي اقول لها انا عوضك عن كل حاجه. ست كريمه واخذت وارثها واخذت لها اياه وصرفته، انفقت الفلوس، بعت لها مجوهراتها. ايوه انا معترف كل والله ده. دعانه فيك. انا معترف بده كله. لا انت قول له قبل ما ناخد الورث بتاعي، قبل ما ناخد حاجاتي وخدها وباعها، قول له احنا عشنا ازاي. ما هو عم بيقول انه عشتوا على الحلو والمر. قول له عشنا ازاي، قول له انا قلت في حاجه تشتغل فيها وانا اشتغل معاك فيها قلت لا. هي ساعدتني من كل الظروف. انا ما قلتش اي حاجه. لا هو معترف بهالشيء، بس هي المخدرات بس اللي عملت كده فيا، معلش. بس يعني الحمد لله انا بقيت كويس دلوقتي عن الاول بكتير. انه الانسان لما بيوقع، لما يقع، مش ممكن واحد يتفهمه شوي ويسامحه. انا بدي اعتبر انه المخدرات زوغت له عقله، وهي بتاثر طبعا. المخدرات بتخرب البيوت، بتخرب العقل. ما انا كلمته كتير في الجو، قلت له بلاش. مش بايده. بلاش المدمن مش بايده يا ست نجلاء. انا معاك، انت معاك عروسه يعني هتتخطب. نعم. عاوز نبص بقى نجهزها ازاي، نبص نسطرها ازاي. مش يعني بلاش الطريق انت ماشي فيه ده. نعم. بلاش. قلت كتير. قلتي بس ليكي في الاخر هو بقى حكز ان انا قلت له ده كله، واول ما خدت الورث راح واخده وخد ابني ومشي. ما اعرفش عنهم حاجه. نعم. هلا ارجع. هل انت بتحبي انك ترجعي تستقبليه، ترجعي علاقتك معه ولا لا؟ يعني هلا ارجع ندمان واسف وبيعتذر منك وامام ملايين الناس وكله. بس وجاي اعوضها يا استاذ جورج. نعم. جاي اعوضها عن كل حاجه انا عملتها معاها. وجاي صار مكررها 4 مرات، انا سمعته بيقول لك انا جاي اعوضك عن كل شيء خسرتيه وزياده. بقى شو بتفكري انت؟ ماشي شو بتلاقي؟ هرجع عشان لما اموت الاقي حد مع بناتي. لا سلامتك، كيف بدك تموتي؟ نحن مش عايزين تموت. لا هو راجع، لسه راجع الرجال. هو كده، فهو لسه راجع بدك تروحي تموتي؟ ما عشان بناتي، عشان حد يبقى بناتي. بس يا ريت يكون راجع اتغير،
يا ريت تراجع ان انا نحن حنتابع ان انا اعتمد عليه. نحن حنتابع، واسره البرنامج رح بيتابعوا معاكي. ماشي. ايه اوكي. بقى انت بتسامحيه هلا عشان البنات وعشان ابنك؟ أيوة. وعشان وضعكم العائلي. عايزه اشوف ابني وعايزه تشوفي ابنك، بتسامحيه؟ عايزه اشوف ابني. والمسامح كريم؟ مسامح كريم. يلا. هو بدوي فين؟ بدوي هنا؟ مع والدتي. مع والدتك مش هنا؟ لا مع والدتي. كان بدي اياها تدخل على الاستوديو. مع والدتي. طيب الف شكرا ليك. شكرا حبيبي، خليك بس بدنا نحكي. شكرا حبيبي، وقف هنا. نحن خلاص الحمد لله، يعني كلنا شهود، انا والحضور والمشاهدين طبعا ربنا. الحمد لله. بقى خلاص. لا الحمد لله، انا اتعالجت عن كل حاجه انا كنت فيها. اوكي، الله ينور عليك. ما انا فقت من يعني خدت درس من اللي حصل لي بالدنيا دي كلها. وبدك تساعديه ما يرجعش يوقع بالمخدرات. بأمانة ربنا بدك انت تساعديه، والبنات بدهم يساعدوه. هي بأمانة ربنا وقفت جنبي وتعبت معايا. وداش عمره هلا؟ بدوي 10 سنين. بيرجع بيلحق دخله على المدرسه. ان شاء الله. اوكي، ما دخلته ان شاء الله. يلا الحمد لله. شكرا. بامان الله، بالتوفيق ان شاء الله. يلا شكرا مع بعض. السلام عليكم. أنا اللي لاحظته إنه بهالحالة هيدي في محبة، بالأساس في محبة عنده.